4 فضائل عظيمة جدا ليوم عرفة. الأولى أن يوم عرفة هو أكثر أيام السنة لله فيه عتقاء من النار، فلله في يوم عرفة عتقاء من النار لا يحصيهم إلا الله. فإذا علمت ذلك واستشعرته فقو طمعك بالله سبحانه وتعالى وأنت واقف بعرفة بأن تكون من هؤلاء العتقاء. قو رجاءك بالله وثقتك بالله، وألح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. فقو صلتك بالله وثقتك به ورجاك منه سبحانه وتعالى أن تكون من هؤلاء الذين تعتق رقابهم من النار في هذا اليوم. فما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. هذه فضيلة عظيمة لهذا اليوم الكريم. الثانية أن الله سبحانه وتعالى يدنو جل في علاه من عباده عشية عرفة. هذا الدنو الإلهي له شأن عظيم ووقع كبير في قلب المسلم المؤمن العارف بربه سبحانه وتعالى. الله جل في علاه يدنو من عباده عشية عرفة دنوا يليق بجلاله، لا نعرف كنها ولا كيفيته، الله أعلم بذلك، لكنه جل وعلا كما أخبر رسوله عليه الصلاة والسلام يدنو من عباده في تلك العشية المباركة. سبحان الله، كم في هذا الدنو من الرحمات، وكم فيه من الخيرات، وكم فيه من البركات، وكم فيه من الدعوات المستجابات، كم وكم. ولهذا استشعر هذا المعنى العظيم الذي يكرم الله سبحانه وتعالى به أهل عرفة. وإياك وأن تكون من الغافلين، إياك أن تكون من الشاردين، بل كن من المقبلين على الله الداعين الذاكرين الملحين على الله سبحانه وتعالى بالدعاء، مستشعرا هذا المعنى العظيم الجليل أن الله جل في علاه يدنو من عباده عشية عرفة دنوا فيه فرحه بعباده، وفيه مباهاته بعباده، يباهي ملائكته: انظروا عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين أشهدكم أني قد غفرت لهم. فهذا الدنو له شأن عظيم، ولهذا قال عقبه: إنه ليدنو ثم يباهي بهم ملائكته. وهذه فضيلة ثالثة عظيمة. ومباهاة الله سبحانه وتعالى بالحجيج الملائكة دليل كما قال العلماء على أنه غفر لهم، لأنه لا يباهي بأهل الذنوب، لكن هذا دليل على أنه غفر لهم واستجاب دعواتهم فيباهي بهم الملائكة. والفضيلة الرابعة في قول نبينا عليه الصلاة والسلام فيقول: ما أراد هؤلاء؟ من الذي يقول هذا الكلام؟ إنه رب العالمين جل في علاه، الذي لا يتعاظمه ذنب أن يغفره ولا حاجة يسألها أن يعطيها جل في علاه. ولهذا أعظم أيها الموفق، أيها الأخ المبارك، أيها الحاج، أعظم الرغبة، أعظم الطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى. إياك أن تتعاظم ذنبا أو تتعاظم حاجة تسألها ربك جل في علاه، فإن الله في ذلك اليوم يقول: ماذا أراد هؤلاء؟ وهذا فيه دليل على أن الدعوات مستجابات،
وأن الله سبحانه وتعالى لا يخيب دعاء هؤلاء الداعين، ولا طمع هؤلاء الطامعين، ولا رجاء هؤلاء الراجين، ولا سيما وهم وقوف خشع يبكون ويلحون ويدعون الله ويسألونه من فضله جل في علاه، والله لا يردهم جل في علاه.